هاي بسكوي مالح بالفرomاج بحال كريت تماما بحال اللي كنشريو من الاسواق الكبرى لي سوبر مارشي. كيجي بنين 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 ومقرمش وهشيش. البنات ضروري تجربوه. في المكونات كنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي ملعقه ديال النشا. هذيك ملعقه ديال النشا غادي نحيد الكميه ديالها من الدقيق، يعني غادي نعوض الكميه ديال النشا بالدقيق. عندي 50 غرام ديال الزبده يعني حيوانيه، عندي ملعقه صغيره من السكر، عندي رشه ديال خميره الحلويات، وعندي شويه ديال الثوم بودره والملح وجوج فرماجات. عندي هنايا المعدنوس مجفف اللي كنت ديجا حضرت معكم، غادي تلقاو الوصفه في صندوق الوصف. وعندي جوج معالق ديال الزيت البلديه، ويمكن لكم تستعملوا الروميه. غادي ناخذ هذا الروبو هذا داك الهاشوار، غنضيف الثوم بودر، الملحه، داك قبصه او جوج قبيصات ديال رشه ديال خميره الحلويات، الزبده اللي كتكون درجه حراره المطبخ، وعندي جوج فرماجات وجوج معالق ديال الزيت البلديه. وغادي نديرهم يتبسبسوا في هذا الهاشوار، يعني كيترملوا. اللي ما بغاش ديرهم في الغاشوه غرمليهم هكا بيديك. صافي غادي نضيف داك الفرomاج الاحمر اللي استعملت منه 90 غرام، 90 غرام ديال الجبن المبشور. صافي غادي نديرو حتى هو في الروبو وغادي نطحن جيدا باش هكا كيتلبسوا لنا، يعني داك الدقيق كيتلبسنا بداك الزبده وداك لي زانغريديون كاملين. صافي هنايا غادي نضيف داك المعدنوس المجفف اللي كيبقى اختياري، اللي ما عندهاش ما ديروش. غنضيف هنايا جوج معالق كبار من الماء، يعني غير من الروبيني. صافي وغادي نديرهم ثاني بحال غادي تعجنوا. فالعجين ما خاصوش يتعجن نهائيا، الا عجنتوه راه غيتبدل لكم الشكل ديالو اثناء الطهي. يعني غادي نجمعوه غير بيدينا وصافي. هنايا ضفت واحد الملعقه واحده اخرى اللي هي 3 المعالق كبار، وغادي نضيف ملعقه او جوج معالق صغار اللي هي 5 المعالق. نتوما غادي يبقى كميه الماء على حسب الحاجه، يعني على حسب الحاجه او على حسب الخليط اللي عندكم ولا حسب الدقيق. فانايا استعملت الدقيق ديال الكنز، هز ليا 4 المعالق 5 المعالق عفوا ديال الماء من الروبيني. العجين ما خصوش يكون قاصح وما خصوش يكون مرخوف، وما خصناش ندلكوه. كنعاودوا هذا باش ما يخسرش لكم الشكل ديالو ملي يكون كيطيب. صافي هنايا انا جمعته، يعني كيف ما كيبان لكم ما دلكتو ما والو، غير جمعته وغادي نخليه هكا في بلاستيك غذائي واحد التسبيعه هكا يرتاح في الثلاجه. من بعد ما ارتاح غادي ناخذ واحد شويه وغادي نسرحوه هكا رقيق، ولكن ما رقيقش بزاف وما غليظش. دابا نوريكم السمك ديالو. في هذا الاثناء البنات خاص الفران يكون شاعل. حنا كنشكلو على 140 درجه. انا رطيبتهم على 140 درجه باش هكا كياخذوا وقتهم في الطياب وكيجيو مقرمشين وكيجيو هشاشين وميم طون كيجيو مذهبين. صافي انا هنايا فرشت بلاستيكه مع بلاستيكه واحده اخرى ودرت العجين ديالي وسرحته هكا. يعني كما قلت لكم ما خصهمش يجيو غلاظ، العجين ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق بزاف. كنسرحوه هكا بين جوج بلاستيكات باش هكا كيجينا يعني تشكيل ساهل. كنتاكدوا بان العجين ما لاصقش لنا مع البلاستيك. صافي هنايا كتاخذوا الطابع اللي بغيتو، او اللي ما عندهاش الطابع غدير ديك القطعه ديال الشباكيه. صافي هنايا خديت انايا الطابع هكا مدور، غير كنوريكم ما كندوروش، يعني كيف ما كيبان لكم. كنهزوه هكا بشويه او بموس او بسباتولا وكنحطوه هكا في طاوه اللي كتكون فيها ورق طبخ او مدهونه هكا بالزيت او مرشوشه بالدقيق او ورق سيرفوريزي. هذا هو السمك البنات، يعني ما رقيقش وما غليظش، يعني عادي. انا حطيته هنايا فوق السولبات. شو البنات، هاد الوصفه راه حصريا على قناتي، راه كتجي بنينه بزاف. يعني ما نعاوش لكم، انا بناتي كيحماقوا على كريت بزاف، يعني فيما كنمشيو سوبر مارشي كياخذوه وفاش صاوبتوا ليهم راه حماقوا عليه بزاف. كيقول لي ماما راه حسن منه، كيجي رائع البنات. ضروري تجربوه. اللي جرباتو يعني تخلي لي في التعليق كيف جا. هنايا العجين اللي كيبقى لنا ما كنعجنوش، كنديروا عجين فوق عجين وكنعاودوا نسرحوه. هنايا التشكيله الثانيه اللي غادي نشكل، غادي نقطعها هكا بالقطاعه ديال الشباكيه باش هكا اللي ما عندهاش الطابع تعرف كيفاش. بغيتو ديروه مستطيلات، بغيتو ديروه مربعات، فانا الاولين شكلتهم مربعات وثانيين شكلتهم مستطيلات.
من بعد ما ساليت التشكيله الاولى او الطاوله الاولى، هنا خديت كيردون وكنبقى نتقب. انا تقبتهم هكا بالكيردون باش يجيني الشكل ديالهم زوين. نتوما يمكن لكم تقبوه هكا بالفرشيطه، يعني نعلو التصوير وصافي. صافي كيجيو على هذا الشكل هذا. تا المدورين تا هما نفس الشكل، يعني غادي ندورهم هكا او نتقبهم بالكيردون. وانتم كيف ما قلت لكم ديروا غير الفرشيطه وتقبوهم. من بعد ما نتقبوهم فكيجيو على هذا الشكل هذا، يعني كيجي داك النظر ديالهم زوينين هما متقوبين على هذا الشكل هذا. صافي هنايا غادي ناخذ بياض ديال البيضه، غادي نحركو هكا مزيان وغنبقى ندهن. اللي دهنتها غادي نرشها. انا عندي خديت هذه من السوبر مارشي، جبن مبشور، يعني جبن مجفف مبشور مع مش مبشور مجفف مع الملحه. فانتم رشوا غير الملحه لما كانش عندكم. انا استعملت هذا يعني الفرماج مجفف، وانتم استعملوا غير الملحه. يعني كيجي رائع صراحه. هذا بالفرماج كيجي بحال الكرانشي، بس بحال كريت عرفتي واحد المذاق رائع. صافي دخلتهم هنايا على درجه حراره 140 من الفوق ومن التحت، ما نخليهمش يتحمروا بزاف، غير كيذهبوا كنخرجوهم كيجيو رائعين مقرمشين وهشاش بديك الملعقه ديال النشا. وبنات بزاف البنات ضروري تجربوهم. وما تنساوش تابوناو معايا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ضروري تفعلوا الجرس الا تابونيتو وما فعلتوش الجرس راه ما بحال ما درتو والو. ضروري تفعلوا الجرس ولايك الفيديو، تعليق، وشكرا لكم.